أسوأ حاجة اتعملت في النيابة العامة لحد دلوقتي هي الخدمة العامة. الخدمة العامة دي بتبقى للإناث زي الجيش بالنسبة للولاد كده. البنات الخريجين الجامعة بياخدوا خدمة عامة سنة أو سنتين في أي جهة حكومية. فطبعا في النيابة العامة بيشغلوا بتوع الخدمة العامة جنب الموظفين يساعدوهم في الشغل لحد لما تخلص مدة الخدمة العامة بتاعتهم. المشكلة بقى إن البنات بتوع الخدمة العامة دول أول ما بيشتغلوا في النيابة بيفكروا نفسهم خلاص بقى هم دلوقتي وكلاء نيابة، بيتعاملوا مع الناس بطريقة قذرة. طبعا مش كلهم عشان ما نظلمش الناس، فيهم ناس بتتنك على الجمهور سواء بقى محاميين او ناس عاديه راح تخلص شغلها بتناكه. ليه يا حبيبتي؟ فوق يما، انت جايه تقضي جيشك يا حبيبتي، ده انت حتى ما حصلتيش موظفه. يعني رئيس النيابه نفسه ما بيتعاملش مع الناس بالطريقه دي. ليه ناس كبيره في السن في مقام ابائنا وامهاتنا تتعامل بالطريقه دي علشان واحده لسه مخلصه جامعه وداخله تقضي جيشها؟ حبيبتي انت جايه تقضي جيشك، فوقي، انت حتى مش موظفه، انتي خدمه عامه، تتعاملي كويس عشان ما تزعليش.